اليوم راح نجرب اطيب واغرب خبزه. ما موجود بكل بغداد بس يمي. خالتي ام علي. ايش راح تقدمين لنا اليوم؟ راح اسوي لك اليوم خبزه جيل الطيبين. نطق تشوفوه نبدا نشتغل. راح نفتح الشنقه مالتي ونضيف فوقها جبن، وهسه نضيف شويه مربى. ونسدها بشنقه. لا نسوي بيها ثقوب حتى يطلع الهواء بيها حتى ما توقع بالتنور. يلا معلاوي. دقيقة حيل. الون الصينيه مالتي بالالوان اللي انا احبها. هاي صلصه المحمره، طبعا ما موجوده هاي الصلصه فقط يمي. طبعا باشياء بسيطة. ام علي تخبط الصلصات بهاي القلاصات مال المي. هذا زعتر احمر كلش طيب حامض بالسماق. ام علي احكي لنا شلون جتك الفكرة انه تاجرين محل وتسوينه مخبز، يعني مو بالبيت تخبزين وتبيعين؟ شفت المكان بالبيت انه صار صغير ولازم اطلع برا اشتغل، فقدرت انه بس هاي مجمع كبير شغل بيه افضل هناك. اضافه انه المحل فتح لي باب رزق كلش كبير الحمد لله رب والشكر. امنيتي من انا صغير اصير شلاع مال خبز. الحمد لله رب والشكر تحققت هاي الامنيه. بعد قصه. الله بالمنقاش. هاي مو اي واحد يقصها. ان شاء الله بالمنقار. جرب. روعه. وهسه نقول بسم الله ونجرب خبزة المحمرة. يابا حارة مثل اللزم، متروسة جبن ولحم. ننطلق وسهمكم العافية. عاش ايدك ام علي. لو هذا الخبز ما يروح. عنوانها صاير مقابل مدينة بسماية بالضبط. هذا رقمها للي يحب يحجز من عندها. شو توجهين كلمة للزبائن؟ اعتبروا هذا المحل محلكم واتمنى تشرفون باي وقت. انا متواجده من 8 الصبح ل 12 بالليل. ام علي مرة مكافحة وتستحق من عندنا كل الدعم، واللي يريده من عندكم تروحون وتجربون خبزها.